خلينا نبدا انترودكشن كده عن نفسك. ممكن نعرف بما ان انت لسه مقابلني امبارح. محتاج انا اعرف برضه مفيش الناس بس. انا اسمي ساره فتح الباب. انت قابلتني في السكندري جوب اللي عندي او شغلي التاني اللي عندي اللي هو بزنس اونر لبيوتي بزنس. بس ده بزنس انا عندي ريسنتلي في اخر سنتين في حياتي. قبل كده ولغايه دلوقتي يعني انا بشتغل اي تي سيلز انجينير. اول مره انا خريجه كليه هندسه، فانا مهندسه بس بعدت شويه عن ان انا هندسه بشغاله بيورلي تكنيكال. انت اخترتي هندسه ولا الفاميلي؟ لا انا اتربيت من وجهه نظري الشخصيه، ومن اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبحمد ربنا عليها بعد فكره ان انا بؤمن بربنا، فكره ان ربنا اختار لي العيله دي هي اللي تبقى عيلتي. اوكي. فكره انه حد يفورس ايديا عليك دي مش موجوده تماما. بس اكيد كنت متاثره بان بابايا مهندس، بابايا اللي رباني. اوكي، فطبيعي ان الاب مهندس بيطلع بنته او عيال مهندسين ولا خالص، لانه هو لا خالص، هو ما كانش الشخصيه اللي بتجيب شغلها معاها البيت والكلام ده كله. انا طول عمري في حاجه انا دايما ببقى عايزه ابقى ديفرنت. دي كانت حاجه عامله لي اوبسيشن وانا صغيره جدا، ان مش هينفع ابقى زي كل الناس. اوكي. الايديا دي في حد ذاتها لما بتسيطر عليك بتخليك دايما لو قالوا يمين انا هروح شمال. فده في مرحله صغيره كده، مش خصوصا لما تكون اهلك بيغذوك بان انت شاطر، انت حلوه، انت شاطره، انت قادره، انت تقدري، انت تعملي كل حاجه متاحه، ليه تعمليها ليه لا. فده بيخليك اللي هو طب انا ليه ابقى زي كل الناس. وجزء منها يعني زي ما ربنا خلقك، ما كنتش عايزه ابقى زي كل الناس. ففين الصعب؟ ده الصعب، طب اوكي هروح هعمله وهعمله حلو قوي. الايدياز بتيجي من هنا. طبعا دلوقتي انا قادره ان انا اقولها لك بالشكل ده عشان انت كل ما بتكبر لازم لو انت واعي كفايه تقعد تحلل كل تصرفاتك اللي فاتت. فده كان جزء منها كبير قوي. ما كانش تاثرا من ان بابايا مهندس او حاجه، لان انت اخترت كومبليتلي خالص. يعني لو كنت قلت لهم عايزه ادخل فاين ارتس، انا كنت عايزه ابقى مهندسه بترول تحديدا. هي دي اصعب حاجه وما فيهاش بنات كتير. اوكي. مجموعه كبير قوي، اسمع ان هو مجموع كبير. هندسه يعني I think ان احنا في نفس السن، فكنت لازم تجيب definitely above 94%. بالظبط. بس كنت عايزه ادخل تحديدا هندسه بترول. كنت عايزه اشتغل مهندسه بترول في الصحراء على البريمه. اوكي. دخلتي هندسه واشتغلتي؟ دخلت هندسه، بس لما دخلت هندسه دخلت جامعه برايفت، لان فرقت معايا في ان ادخل الجامعه المصريه 0.7%. بس اصريتي انت تخشي بقى برايفت؟ بالظبط. اوكي. كنت ممكن ادخل جامعه مصريه بس كنت هروح محافظه. محافظه كنا بنتكلم عليها من شويه. اوكي. وبعدين احول. فانا لقيت ان ممكن ما اقدرش احول. انا برضو بنت المدينه، خلينا نبقى متفقين. فقلت ممكن ما اقدرش احول، فقلت ادخل جامعه برايفت ليه لا. ولما دخلت الجامعه برايفت ما قدرتش اذاكر الفيلد اللي انا عايزاه. فساعتها قلت طيب انا ما خدتش اللي انا عايزاه، انا هختار اقل حاجه ممكن تجيب لي ازعاج، اللي هو اعملها كده يعني بصباع رجلي صغير. مش هعمل فيها مجهود كبير قوي. انا من الناس عامه اللي ما بتحرقش انرجي في زياده في الحاجات اللي مش محتاجه. يعني لو في حاجه هعرف اكسل فيها من غير ما اعمل مجهود كتير هحتاجها. انت مواليد برج الثور قلت لي زيي، فاحنا اللي هو ايه، احنا بنكرس الانرجي كده لاوقات معينه يعني. بس قررت ان ادخل الكترونكس انجينيرنج. ذاكرت الكترونكس انجينيرنج تيلي كوميونيكيشنز، خلصت تيلي كوميونيكيشنز والالكترونكس انجينيرنج. اشتغلت بيها؟ حاولت ان انا اشتغل بيها. يعني حاولت، يعني كنت بقدم واشتغل بيها. كان في عشان انا بنت عايز يقعدني في مكتب. انا شخص ما اقدرش اشتغل 9 to 5 جوب بقعد قدامي انا والكمبيوتر، لا. انا دايما كنت يعني دايما بفكر لغايه دلوقتي كده، انا بني ادم ربنا اداله صحه واداله رجلين وايدين عشان يتفاعل ويمشي في المجتمع، وانا اكستروفيرت. فانا شخص مش انطوائي تماما. وسوشيبل جدا، وباخد انرجي في يومي كده من التفاعل. This is why لما جيت قلت لي نعمل بودكاست يلا بينا، قلت لك يلا بينا. بالظبط. على طول يلا اوكي. فساعتها اللي هو انا مش هينفع اشتغل 9 to 5 جوب. وساعتها جات لي فكره انه انا لازم اطلع بره الاكيومن بتاع التكنيكال واخد شويه بزنس اكيومن. وكان عندي اوريدي فكره مسيطره عليا من وانا عندي 15 سنه. انا عايزه اسيب مصر. اوكي. انا عايزه اعيش بره. انا عايزه الاكسبوجر بتاع بره. بس ساعتها وانا صغيره كان مجرد اللي انا كنت شايفاه 15 سنه في ثالثه اعدادي، انه انا شايفه ان انا مش الكوميونتي ده محدود قوي بالنسبه لي. انا عايزه more possibilities more options. اوكي.
فلما خلصت الجامعه بتاعتي كليه هندسه، قدمت على الماسترز ديجري وسافرت عملت الماسترز ديجري في يوروب. بس قبل ما اعمل كده بقى رحت اشتغلت في البترول زي ما كنت عايزه اشتغل، واشتغلت على البريمه، وكنت في شركه ما يعني مالتي ناشونال في راس شقير. اوكي. ووقتي كان محدود لانه كان لازم ابتدي الماسترز ديجري بتاعتي. فاكره كويس قوي الاكزيت انترفيو بتاعي اللي عمله لي ساعتها مدير الكامب، انه انت عارفه انت هتسيبي ايه؟ اللي هو بس انا امي دفعت لي ثمن الماسترز دي، انا مش هرمي فلوس امي في الارض، انا هسافر اتعلم وانتوا شركتكم باقيه وموجوده، هرجع لكم تاني يعني. شفت كارير بقى جه ازاي؟ اللي هو انا سافرت عملت الماسترز بتاعتي في البيزنس، فانا عملت ماسترز في البيزنس، ما عملتش ماسترز في الانجينيرنج. وده كان هدفي، انه انا عندي التكنيكال بارت، وانا دايما بشوف انه سبيشالي المهندسين عندهم انت كليه ايه؟ تجاره كوميرس. المهندسين عندهم فكر كده انه الدنيا مهندسين وناس تانية. ايوه بالظبط. الهندسه يعني انت لو رجعت بيا الزمن وتذاكري هندسه طبعا اما بتختاري نفس القرار 100%. being an engineer هو طريقه تفكير، الهندسه طريقه تفكير بتاخدها معاك في حياتك، ودي مشكله كل من هو غير مهندس بيواجهها في حياته. فهو ازاي بيفكر وبينظر الى الاشياء وبيصدر احكام. يعني انا مش بقرر قرار بناء على انه والله انا حاسه جود الفيلينج ده اون ذا سايد، ليتس ديل وذ ذا فاكتس، ايه الفاكتس اللي قدامي. فهي بتخلي حياتك اسهل بكتير جدا. ويعني خصوصا لما ابقى يعني انا فيري ان تاتش مع ربنا واحنا موجودين هنا ليه و فلما يبقى ربنا هو خلق الكون نفسه بقدر، ما ينفعش انت تيجي تقول ان الموضوع اعتباطي كده هنمشي وخلاص. فانت بتريحك، بتفكر 1 زائد 1 هو بيساوي 2 اكيد لغايه اخر، هو هيفضل يساوي 2. لما دخلت البيزنس اكيومن، ده الاكيومن اللي انا كنت محتاجه افهم اكتر. لا how do things run from a business standpoint, from a management standpoint, from an administrative standpoint. ذاكرت 2 سنين، وبعدين الشيفت ابتدى انه انا بشتغل شغلانه تكنيكال لكن من وجهه نظر بزنس شويه. فابتديت اشتغل في السيلز لغايه دلوقتي. انا حاليا المدير الاقليمي لشركه من تاني اكبر شركه في العالم للسوفت وير. الحمد لله. المدير الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا للشركه دي للمبيعات. وطبعا المبيعات دي هي كلها تكنيكال، فلازم يكون عندك التكنيكال اكيومن عشان تقدر تعمل حاجه زي كده. بس من بعد الماسترز بتاعتي ابتديت دلوقتي بقى ايه؟ دلوقتي بشتغل نفس الشغلانه دي. اوكي. بس انا عندي هوايات تانية. انا لو اؤمن بان البني ادم زي اهالينا، جيل اهالينا، وبيعملوا حاجه واحده، بيتولد بيعملها، بيفضل يعملها، بيموت وكان الله بالسر عليه. لا انا لا اؤمن بده تماما. واحنا ربنا مدينا امكانيات كتير جدا، واحنا دورنا احنا نكتشفها. فانا مش هقدر اقول لك ما تقدرش تقول لي ايه كل الحاجات اللي عايز تعملها في حياتك. وعلى فكره ده كان احد اشكال ان انا اخترت انا هشتغل في ايه. انا ما عملتش قلت انا ايه اللي هعرف اعمله في حياتي، انا قلت ايه اللي انا مش هعمله، وده اللي عملت له اليمينيشن، ده اللي شلته، لانه الباقي كتير، الدنيا كبيره. فكانت من الحاجات اللي انا عايزه اعملها البيزنس اللي انت جيت زرتني فيه امبارح ده وكنا بنصور فيه. جميل جدا وهايل الصراحه. بيوتي بزنس. انا كنت حابه ان انا ادخل في البيوتي بزنس بالكونسبت اللي انا اؤمن بيه. ودلوقتي انا عندي درايه كويس قوي ازاي ادير تيم وادير مؤسسه صغيره بمالياتها بالانزل اوت وموظفينها و ف it was the right step. بس مثلا لو جيت قلت لي كمان 2 3 هتبقي بتعملي ايه، انا اوريدي عندي 2 3 زي ما قلت لك. احنا برج الثور دايما عندنا بلان. انا عندي اوريدي 2 3 other businesses انا عارفه ان انا مهتميه بيهم، ومش مجرد اهتمام انه دي حاجه بتدخلها فلوس بتطلع فلوس. لا، هي دي حاجه فيها الباشن بتاعي، انا بحبها، ملاش اي علاقه باللي انا بعمله كتعليم، لانه التعليم ده هو مش بيعمل لي ديفينيشن. انا كمهندسه عشان كده نادرا قوي ما حد يقول لي يا باش مهندسه. it does not define me. ده جزء من يومي ان انا مهندسه، بس ده جزء صغير تاني. لكن انا حاجات تانية كتير، انا ابنه وانا اخت وانا صاحبه ما عندكيش حاجه تانية تعمليها، هو بس الهندسه والبيزنس. دول في مكان ستاند بوينت. دول لانه البيزنس اللي انت يعني زرتني فيه امبارح هو بقاله بس 2 بس. انا مقسم الاسئله في سلوجان لكل بارت وتحتيه الاسئله بتاعته. الجزء الاولاني بيتكلم عن الطفل اللي جواك، ده تحتيه ايه شويه اسئله. فنبدا باول سؤال.
اظن ده اللي انا قريته امبارح. بالظبط اللي انا اتكلمت معاك فيه امبارح في الاسئله. لك لو انت قابلت نفسك وانت عندك 8 سنين هتقول لها ايه؟ طفولتي عامة كانت طفولة very healthy. كانت الأم هي المتواجدة، بابايا ما كانش متواجد، بس الأم اللي كانت بتلعب دور الأب والأم بمنتهى الكفاءة من وجهة نظري دلوقتي كحد كبير. بس لما اجي ابص على ساعتها، لا طبعا كانت منطقة very very critical، لأنه أنا بابايا ومامتي لما اتجوزوا بابايا كان شغله معظمه بره في يوروب، فهو يعني. او مش موجود بشكل كبير، الشركات بتاعته معظمها بره، فهو اصلا مش متواجد كتير. فانا كطفله ما تعودتش على وجود فيجر تاني غير الام الثابت. اوكي. والفيجر التاني ده ثانوي جدا جدا. وانا كطفله ما اعرفش الانفصال ما بينهم حصل امتى، يعني ما اعرفش حتى، يعني عرفت وانا كبيره هو حصل وانا عندي 6 سنين، لكن وانت عايشه في الواقع لانك الشخص تاني مش بتشوفه قوي يعني. في 8 سنين دي كانت مرحله انتقاليه مهمه جدا، لانه تالتة ابتدائي كنا في فترة عشنا فيها في بيت جدي، وبعدين رجعنا تاني كنت مدركة بالمواقف اللي بتحصل والمشاكل وكل حاجة؟ كان عندك وعي ولا؟ أنا كان عندي وعي. أنا الطفل اللي بيقول عليه الطفل السوسة، اللي هو كان فاهم كل حاجة. أنا كنت طفلة ذكية، وغير إن أنا ذكية كنت طفلة واعية، لأن في طفل بيعيش كده يعني مثلا ممكن تشوف طفلة عايشة بدور واحدة ست كبيرة، لا مش أنا، بس كنت طفلة عارفة كل حاجة. وبعدين دلوقتي وانا كبيره لما بشوف في السيركل بتاعتي الاهالي الكبار اللي بيحاولوا يبقوا مثلا بيمروا بتجربه مشابهه او بيحاولوا يخبوا على اطفالهم، وهم فاهمين في دماغهم ان هم يعني سوبر سمارت، وان الطفل مش فاهم. لا هو فاهم. كطفل انت بتحس اصلا بالتغير بتاع الانرجي اللي في الجو، لو الانرجي مش مظبوطه، لو مامتك او باباك دمهم متعكر شويه انت بتحس بيه، في تغيير في التون، في طريقه المعامله او كل ده انت بتلقطه. تصرفاتهم مختلفه. هو فاهم ان هو مخبي عليك، هو فاهم لان هو مقلل قوي من قدراتك، هو فاهم انها قليله جدا، ده مش حقيقي. فانا ما كنتش بس فاهمه كل حاجه بتحصل، انا كنت فاهمه كل حاجه بتحصل بالتفاصيل، بتفاصيل التفاصيل، بس انت بتتكلمش. ودايما بسال نفسي هو ليه كطفل مش بتقول لهم انا فاهم؟ ما اعرفش، يمكن بتكون خايف تتقفش او حاجه. هتقولي نفسك ايه بقى؟ دلوقتي لما بحلل الطفله دي كانت بتتصرف ازاي، جزء من الطفله دي كانت حاطه جزء من سعاده امها responsibility عليا، ان هو ان الست دي لازم تكون سعيده، الست دي لازم تكون مبسوطه، فانا مش هينفع ابقى اكسترا سورس، فده بتحمله عليك وانت صغير كطفل. جزء تاني بتبقى حاسس بالقلق، والقلق ده جاي من هو علامه استفهام، اللي هو ايه اللي هيحصل، انت كطفل مش عارف هي المواضيع دي تبقى اخرها ايه. ف8 سنين ده كنت في مرحله انتقاليه، 8 سنين تحديدا انا رحت مدرسه جديده. اوكي. فابتديت اعمل صحاب جداد، ونقلت من يعني في فتره كده عشنا فيها في بيت جدي، الفتره دي اللي هي اولموست سنه، بعدين رجعت تاني البيت اللي انا اتربيت فيه. فالترانزيشن ده للطفل هو برضو ممكن يكون مش بيعبر عنه، بس هو مش بيكون فاهم. فرجعت تاني لجارك اللي انت كنت اصلا متعود عليه وانت صغير، وانت اصلا صغير، انت كنت صغير، كنت قبل كده كنت رضيع، بس انت كنت صغير. وبعدين نيو سكول، نيو فريندز، ودلوقتي انت فاهم وفاهم سكيتي، يعني انت فاهم مش عشان حد بيكومينيكيت لك حاجه، انت فاهم بينك وبين نفسك انه هو بس ده الفجر اللي عندك. وانا كنت الاخت الكبيره، كان عندي اخ اصغر مني، الحمد لله عندي اخ اصغر مني بسنتين، فبرضه انت بتكون هي بقول لك علامه استفهام، وبتقعد تكبر لما الكبار مش بيكلموك، وانت فاهم ان انت ذكي وعارف ان انت اذكى منهم، وعارف بينك وبين نفسك ان انت عارف حاجات هم مش قايلينها لك، فبتقعد تعمل استنتاجاتك يعني. فكانت فتره اظن هي فتره عجيبه جدا، عشان كده دلوقتي لما بشوف ناس قدي وعندهم اولاد and they're going through a divorce او حاجه، ونأجل نقول للطفل بعدين، لا مش بعدين، ممكن نستخدم مفردات تناسب دلوقتي السن بتاعه، بس لا مش بعدين، هو لازم يفهم دلوقتي. هو مجرد لو لقى الاب او الام واحد منهم مش موجود يوم في البيت، هو عارف ان في حاجه غلط. you have to speak to them. بالظبط. وانا برضو مامتي بصراحه يعني she's an amazing woman، فهي اتكلمت معانا، بس لما اجي افكر دلوقتي يمكن متاخر شويه،
فكان عندك الاسئله دي كلها، يعني ما كانش تمنع الاسئله، كل الاطفال بيعدوا بالاسئله، بس من وجهه نظري ان هي هندلتها باحسن شكل، ان انا ما طلعش عندي اي نوع من انواع المشاكل او التروما او ما اقدرش اتكلم عن حاجه. لا عادي، ده مش شيء عشان من بدري شويه، عشان كده من بدري، فهو ده من وجهه حصل. نظري ليه انا ما اتاثرتش، يعني في ناس اتاثرت واتدمرت نفسيا تماما وعاشرتهم في حياتي، يعني ناس شفتهم. واحد، لان الاب اوريدي كان غايب قبل كده كفيجر، هو كان موجود ثانويا، دي من وجهه نظري الاسباب ان انا ما اتاثرتش بيها. 2، الوعي الفظيع عند امي وعيلتها في انه ما فيش حاجه اتغيرت. 3، هي فعلا سوبر وومن. ليه بقول سوبر وومن؟ لانه يعني انت في حياتك بتعمل بعض الادوار، لما يجي يديك ادوار زياده وتقدر تعملها كمان بكفاءه عاليه جدا، ده شيء مش طبيعي. هي قدرت تعمل الدورين. يعني انا مامتي كانت الام الصارمه، بس في نفس الوقت الام الحنينه، بتلعب دور الام وبتلعب دور الاب بوث. اوكي. بس فلا، كانت فتره طبعا انتقاليه مهمه. ايه اكتر حاجه زمان كان نفسك تتعلميها ومحدش علمها لك؟ حاجه في الحياه عامه ولا موهبه يعني؟ اي حاجه انت يعني. كان نفسي العب مزيكا قوي واكمل في ان انا اطلع موسيقيه يعني. عندك الباشن دي؟ عندي باشن للمزيكا أوكي. فظيعه جدا، الاصوات يعني. في مره من المرات انا من الناس تقعد تتكلم عن نفسها كتير، مرات سالت نفسي ايه بس انت تقدري تعملي ده دلوقتي؟ طبعا اقدر. بس بشوف بقى وقت الفاضي اللي كان عندك وانت صغير، وقت الفاضي اللي انت كان عندك وانت كبير، واستيعابك وانت صغير، موهبه بقى وتنميها. لا وحاولت. انا مش من الناس اللي هو I never give up on myself. حاولت ودخلت اتعلمت جيتار، بس بعدين اكتشفت ان الجيتار ده مش من الالات اللي انا عايزه اتعلمها يعني. بس كنت اتمنى ان انا. اشمعنى مزيكا؟ كنت لسه بقول لك، سالت نفسي سؤال، ايه ربنا ادانا 5 حواس، ايه الحاسه اللي لا يمكن استغنى عنها من ال5 اللي احنا خدناهم؟ كانت بالنسبه لي حاسه السمع. اوكي. هي اقوى حاجه بالنسبه لي يعني. ومش بس المزيكا، الاصوات بالنسبه لي، سواء مثلا ممكن تسمع قران، ممكن تسمع مزيكا، ممكن تسمع اي حاجه. الصوت بالنسبه لي هو اهم شيء يعني. اوكي. هل في موقف في طفولتك لسه مأثر عليك لحد دلوقتي؟ يعني في موقف كده وانت صغيره في طفولتك كده فاكراه لحد دلوقتي لسه مأثر عليكي؟ فاكراه لكن مأثر عليا لا. يعني فاكره مواقف طبعا في الطفوله ولما برجع بالذاكره بشوف كان عندي قد ايه. اظن ان انا كان عندي يمكن 3 و4 سنين، في السن اللي احنا بنفتكر ما افتكرش فيه حاجه. بس مأثر عليا لا، يعني اللي هو حاجه مخلياني متضايقه او عندي ضغينه او عندي ألم معين، لا. اوكي. لا ما عنديش الحمد لله يعني. الصوت اللي جوه دماغك ده ما بيبطلش، ده بنتكلم عنه على طول. اول سؤال بيقول لك انت بتكلمي نفسك ازاي؟ لا انا عملت ده صح ولا لا؟ هل انت يعني قاسيه على نفسك ولا حنينه؟ لا انا شديده على نفسي، وده لان بشوف انه يمكن عشان اتربيت كمان تربيه شديده. يعني امي ربتنا تربيه شديده، اللي هو في حاجات انت ازاي اصلا تسمح لنفسك ان انت ممكن تعملها، او ازاي انك تغلط الغلط زي ده، او ازاي تغلط في حق ربنا بالشكل الفلاني. فلا، قاسيه على نفسي. بس القسوه دي يعني مؤخرا بقيت بدي نفسي I give myself some slack، ان هو لا عادي مفيش مشكله انك تغلطي، بس ببقى مركزه قوي ان انا ما اتماداش، لان هوا النفس ممكن ياخدك في الحته دي وكل حاجه تبقى اوكي وتمام وهايله. بس لا، بشكل كبير طبعا قاسي على نفسي، لاني انا اكتر حد عارف قدراتي، انا اكتر حد عارف انا امتى بستعبط وامتى ما بستعبطش، وانا اكتر حد عارف امتى او ايه مسموح وايه مش مسموح. فلازم تبقى قاسي مع نفسك. انا لا اؤمن بالمودرن بيرنتنج بتاع اللي هو بتاع اليومين دول ده، واللي هو كله كونفرسيشن وكله سلاسه. لا اؤمن بده تماما. لا، لازم تبقى قاسي في احيان كتير جدا عشان تقاوم نفسك. فمعظم الوقت الصوت ده صوت قاسي ولوام، وانا بشوف ان نفس اللوامه دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه ابدا. بس لا، بيعذر لما بيكون في حاجه بعذر، بس بعذرها مش اللي هو اخدها كحاجه يعني. اوكي. ايه اكتر فكره بتحاربك كل يوم؟ انا هقول لك، انا عندي في دماغي existential crisis، مش عارفه اعبر عنها بالعربي للاسف، بس اللي هي يعني في مسألة كونية بتاعت الكون، واحنا ومين جينا والدين، وايه اللي راح وايه اللي جه وهنعمل ايه، what's the point of all of this، والردود المتعارف عليها ان خلقنا الجن والانس الا يعبدون. ايوه، ده انا ما قلتلكش احنا جايين نعمل ايه، النهايه والاخر what's the point، فاهم؟ بس في نفس الوقت انا مقرة بدوري او بحجمي في الكون اللي هو قد كده، ان هو في الاخر ربنا هو ملك الكون وحر يعمل اللي هو عايزه طبعا. بس ده مش هيمنع عندي نفس السؤال اللي هو
yes but what's the point. فالفكره دي بقى بكل كينونتها مسيطره عليا من كل الانجلز. يعني انت لو جيت شفت اليوتيوب هيستوري بتاعي عباره عن مناقشه اديان، مقارنات اديان، مين حصل ايه والهيستوري وبتاع. هو محاولات في دماغك اللي هو وصول الحقيقه، وانا عارفه في الاخر انه هو مفيش حقيقه مطلقه. هو it will be يعني معروض قدامك take what you want to take، او فانا سايباها مفتوحه دايما. لو عندك زرار يمسح فكره واحده من دماغك تمسحي ايه؟ لا مش همسح الفكره دي ابدا خالص. العلم الزياده نقمه في بعض الاحيان واحيان كتير، ولكن انا اختار، انا يعني I will still choose هذه النقمه. يعني مش همسح الفكره دي خالص خالص. ممكن تبقى حاجه ذكرى مثلا عايز تمسحيها، ممكن باد ميموري مثلا. يعني ممكن هو بابايا اللي رباني، يعني هو جزء امي، بس انا بالنسبه لي هو بابايا. يمكن الفتره اللي هو كان عيان فيها ما بحبش اللقطه دي. هو دايما بفتكره بشكل معين، كان عنده داينامكس معينه جدا، شخص مرح جدا، محب للحياه جدا. هو ده كنت بقولك عليه المهندس قلت لي فتاثرتي بيه. بس الفتره اللي هو كان عيان فيها مش فكره ان هو ضعف، كلنا بنمر المراحل دي I acknowledge، بس ما بحبهاش. فدي ممكن امسحها عشان هي بتضايقني، مش بتديني حاجه بوزيتيف ان انا اكمل عليها يعني. الجزء الثالث السلوجان بتاعه قبل ما انام. قبل ما تنام بتفكري فيه قبل ما تنامي؟ يعني تقعدي مثلا تراجعي نفسك مثلا؟ لا انا مش من الناس اللي بتفكر اكتر قبل ما انام. انا بسبند كل ماي انرجي في اليوم. عارف الطفل بعد كده بنشد الكوبس، شد الكوبس وانام بسهوله كده. عشان كده يقعد يقول لك انا بتقلب بفكر على المخده وبتاع. لا انت مش محتاج تروح السرير دلوقتي، انت محتاج تقعد بره شويه. لا انا بكونسيوم ماي انرجي خلال اليوم كومبليتلي. بس زي ما قلت لك الفكر اللي دايما في دماغي مش بنام، ممكن لما بصحى هو الافكار اللي هي ليها علاقه بالخلق والخليقه وتكوين الكون والاله والعبوديه والاديان واختلاف الاديان واختلاف عباده البني ادمين لربنا باشكال مختلفه، وايمان كل طائفه بان هي الطائفه الاصح و هي دي اكتر افكار اللي بتسيطر على دماغي. بس يمكن مش قبل ما انام، يعني بنام لا بنام على طول. ماشي. بما ان انت بتنامي اكيد في احلام متكرره عندك، هل في حلم بتحلميه على طول باستمرار؟ ما بفتكرش الاحلام. انا عندي ديجافو اكتر. يعني ما بفتكرش احلام خالص. بصحى ما عنديش اي احلام، بس بيحصل قدامي موقف وهو بيحصل ببقى قاعده بتفرج عليه وانا عارفه ايه اللي هيحصل قدامي. انا شفت الموقف ده قبل كده. ديجافو ده بيحصل لي كتير. بتحكي لحد طيب؟ لا لاني بصحى مش فاكراه. هو لما بيحصل يعني ممكن نبقى قاعدين دلوقتي واشوف حاجه بتحصل وهي بتحصل، الذاكره عماله بترجع لي ان انا شايفاها وعارفه اللي قدام ايه، بس لا. لكن انا بصحى من النوم مش فاكراه، فما بيجيش احلام فاكراه. فاكراه. انت قاعده بتقولي ده شفته قبل كده في حلم، صح؟ طبعا انا شفت ده قبل كده وحصل كذا كذا كذا. مش لحد المشهد ده انت بس لان هو بيكون بيحصل قدامي، يعني انا بفتكره في لحظتها وابقى عارفه الشكل النهائي. مش بيتكرر؟ لا حاجات مختلفه، حاجات مختلفه جدا ديجافو. لكن ما عنديش اكيد في تفسير علمي ليها، ما اعرفش ايه هو الحقيقه. بس لا احلام اكيد بحلم بس ما افتكرش حاجه. ايه اكتر لحظه حسيتي انك وقعتي؟ هل مثلا في بدايه البيزنس بتاعك مثلا حسيتي ان انت مش هتعرفي تنجحي فاحبطتي شويه؟ لا حصلت لي كذا مره، مش مره واحده يعني. حصلت لي في حاجات ليها علاقه بدراستي، بشغلي، بعلاقتي الانسانيه. يعني اخر مره، ممكن اقول اخر مره دي حاجه بتحصل طبعا. اخر مره كانت في personal relationship. يعني كنت في personal relationship مع شخص ما. دي كانت من اقوى اللحظات اللي كسرتني completely في حياتي عامه. لانه في حياتي طبعا عامه، لانه كل ما بتكبر بتاكيميليت اكسبيرينس معينه، ويبقى عندك خبره معينه، ويبقى عندك نظره معينه، وعندك ثقه في نفسك بليفل معين. بالظبط. هنسال مجموعه اسئله مختلفه. بيقول لك ايه اول سؤال؟ بيقول لك ايه اكتر شعور لسه جواكي ومش قادره تتكلمي عنه؟ تحسش ان انت you don't belong to هذا العالم او هذا الزمان كده، اللي هو انت واخد قاعد على كرسي بره قاعد بتتفرج، لكنها مش حياتك ودي مش الدنيا. انا عايش معاك بنعمل الحاجات وبنروح وبنيجي وبنتكلم وبنعمل، بس اللي هو واخد السبكتيتر سيت قوي. ده شعور قوي وصعب قوي تشرحه لحد. اوكي. هل في موقف لحد دلوقتي بتفكري ليه حصل لي كده؟
حد لا مثلا؟ خالص، لا خالص. اختار اللي هي تماما هي لازم تجري زي ما هي تجري، ما بتعجبناش في الاول، بتعجبنا بعد كده، لانه من الغباء ان انا اقف عند اللي مش عاجبني وعند اللي يبقى حلو قوي اعديه عادي اكنه حق مكتسب. لا لا. امتى حسيتي انك محتاجه حد يسمعك بجد؟ يعني في موقف من مثلا سنة حصل كده. عايزه تحكي له وما لقيتيش حد مثلا؟ من سنة. انا عامه عندي المشكله دي عامه، ما عنديش حد بحكي له. ممكن حد احكي له حته من جانب، من انجل معينه، لكن هل في حد يعرف كل الانجلز بتاعتي، يعرف وبكلمه في كل الانجلز؟ لا. وبليز افهمني صح في الجمله اللي انا هقولها دي دلوقتي، عشان ممكن تبان انها مش صح، بس يعني في ناس الغالبيه العظمى ما بشوفش ان هم اصلا هيرتقوا لنفس مستوى الفكر ان انا اصلا اعرف اخاطبه. فكل حد بديله حته كده اللي هو اعرف ماشي دي ممكن نتكلم فيها، لكن اكتر من كده على حسب المساحه بتاعتك. المساحه اللي انا ببقى شايفه ان اللي قدامي هو عنده كاباسيتي ان هو يقدر يلم قوي بالحته دي بس كده. اوكي. بس فكره ان انت محتاج حد يسمعك دي حصلت لي من سنه كده، اللي هو يعني اكيد يا رب انت خلقت حد تاني ممكن اكلمه يبقى كونفرسيشن كده رايح جاي على نفس الليفل والكفاءه انه بينج بونجينج يو كان جيف اند تيك، فاهم؟ مش شرط ان انت توصل لحاجه، بس يبقى في تبادل الافكار. ايه اكتر كلمه كان نفسك تسمعيها وما جاتش؟ مفيش، بس عامة من الكلمات اللي أنا ما بسمعهاش كتير إنه well done، أو دي فعلا كانت صعبة جدا بجد، لا بجد ربنا يكون في عونك، شاطرة إن أنت عملتي كده. دايما في افتراض دايما من الكوكب إن الناس الشاطرة أو الناس القوية هي بتكمل كده. اوكي. أو مش بيتعبوا، هما مش بيحتاجوا words of encouragement، ولا بيحتاجوا ان انت تتعاطف معاهم. هو عارف هو بيعمل ايه. انت شاطر، انت شاطره جامد، انت شاطره، انا متاكده انك هتعرفي ليه متاكده، ليه متاكدين. فالناس اللي بتبقى دايما في عيون الناس بمقاييس العالم اللي احنا عايشين فيه شطار، ان المقاييس بتختلف، او successful او في حياتهم الاجتماعيه، في حياتهم العائليه، في حياتهم وات ايفر، بيبقى في افتراض ان هو عارف هو هيعمل ايه. مين قال كده؟ هو الشخص ده بيتعب جدا قبل ما يعرف هو هيعمل ايه. ايه الحاجه اللي محتاجه تطلعيها من جواكي وما طلعتش لسه؟ مفيش حاجه معينه. كسل مثلا، افكار، مشاريع، لا مفيش حاجه معينه. اكتيفيتيز مثلا. مفيش حاجه معينه محتاجه ان انا اطلعها، بس يعني كل الافكار اللي عندي هعملها ان شاء الله، فاهم؟ مفيش حاجه معينه اللي هو انا هموت وركناها ومش عارفه اطلعها. لا يعني حتى الحاجات اللي ما بكونش لسه هعملها دلوقتي او ما كانش الاوان بتاعها وربنا ما قررش، عادي ببقى عارفه ان انا هعملها، بتكلم عليها دلوقتي. يعني مثلا لو هنتكلم بس في صياغه البيزنس يعني، بس هو ده جزء من البيزنس، ده جزء صغير من حياتي، في اجزاء تانية كتير. قبل ما يبقى عندي البيزنس ده بتكلم عليه يعني. يا دايما اقول وحياة ولادي، انا لسه ما عنديش ولاد، بس عادي مش شرط ان الحاجه تبقى اللي هي موجوده دلوقتي عشان بس تعرف تتكلم عليها، لا اتكلم بصيغه المستقبل. اوكي. ايه اكتر لحظه حسيت انك وقعتي؟ قلت لك يعني بتحصل كتير، زي ما دايما في افتراض ان الناس الاقوياء دول بيحصلش عندهم كتير، او الناس اللي بتبان من بره ان هي untouchable. طبعا ده كلام فارغ، بتحصل، بس مش كل الناس بتعبر بنفس الطريقه. مش لازم تروح تعلن عن ده او تنوح بشكل معين او تتعامل معاه بشكل مختلف. حصلت لي كتير، حصلت لي في حياتي، حصلت لي وانا بدرس، وحصلت لي في الجامعه، وحصلت لي في شغلي، وحصلت لي في حياتي الشخصيه، وحصلت لي في عيلتي، حصلت لي في حاجات كتير. يمكن اقوى حاجه حصلت لي مؤخرا هي كانت علاقه شخصيه انا كنت فيها يعني، وكان الالم كان كبير قوي، الصدمه كانت كبيره. كنت بقول لك لما كل ما بتكبر بتاكيوميليت اكسبيرينس معينه وثقه في نفسك ان انت قادر على الحكم على الامور. عملت ايه لما حصل كده؟ بعد ما اتصدمت وقعتي خالص، قمتي، كسرتي، ايه اللي حصل؟ انت لازم تكس الاخر. انا اي بليف ان انت لازم يو هاف تو جريف. في ناس ما بتسمحش لنفسها وتروح تلملم بسرعه وتطلع تجري، لا لا لا، كل حاجه لازم تاخد وقتها. اتكسرت تماما وخدت وقتي في الكسر تماما وفي الجريفنج تماما، وبعدين ده بقى بيجي وقت ان انت لازم تقعد تتكلم نفسك انه عادي، ان في حاجات هتشوفها هتبقى خادعه، في حاجات من بره هتبقى مرسومه بيرفكتلي. ما هو الشخص اللي لازم يخدعك ده هو لازم يبقى شاطر، بغض النظر هو شاطر في حته وحشه، بس هو شاطر، لازم يكون شاطر. اوكي. فعشان كده اللي هو جود جيم يعني، بس بيبقى شاطر. بس لازم تعذر نفسك لو انت انسان كويس، ما بتأذيش البني ادمين، صافي النيه و ان انت هتنخدع في حاجات كتير.
وبتقول لنفسك انه عادي حصل زي ده 1000 مليون ألف موقف قبل كده في الكوكب، انت مش اخر ولا اول واحد في الدنيا. you pull yourself up وبتستجمع شجاعتك and you push back again. والطريقه الوحيده بس بالنسبه لي، يعني الموضوع كل حد مختلف، انا دايما ربنا هو بيساعدني في كل حاجه في كل حاجه، بس تطلب من عموم من ربنا وربنا بيساعد. طيب لما حصل كده انت قلتي كسرتي بعد كده قمتي تاني، ايه ساعتها اللي انت كنت محتاجاه وما لقيتوش؟ تحس ان هو ما كنتيش بقى داون خالص بقى ساعتها؟ انا مش من الناس بتتكلم when I break down I don't speak، ما اتكلمش عليها خالص، بس في حته ايجو كده وبريجز ما تتكلمش عليها خالص، انت تاخدها كلها لوحدك بس. فكنت تتمنى بقى انت كنت تبقى من الناس بقى اللي هي بتتكلم بقى وتروح وتشارك وكده. شوف هقولك على حاجه برضو، في ناس لما بتحكي وتتكلم عن مشاكلها المشاكل بتاعتها بتقل. انا سنجل مايندد جدا، بعد ما انا حكيت لك دلوقتي مشكله اتحلت؟ لا. It's my problem. I have to fix it. بس ساعات اللي بيحكي يعني ممكن يكون حتى لو ارتاح نفسيا شويه بيبقى افضل من انا مش من الناس دي. عمرك ما هتلاقيني متضايقه وتكلمني تقولي طب تعالي نخرج خروجه كده عشان اخرجك من المود. بعد لما هرجع من المود اللذيذ ده هرجع تاني. يعني مش هرجع تاني، مش مشكله معانا لسه. ما عالجتش المشكله. انا دلوقتي في مشكله، انا شخص بحب المواجهه قوي، في مشكله احنا هنقعد دلوقتي نحلها، هنقعد بقى 1 2 3 let's analyze it، ايه اللي نقدر نعمله، ايه اللي بتاع ربنا عشان بتاع ربنا مش هنتدخل فيه، بتاعنا نقدر نعمله يلا نعمله. لكن ان احنا نغطيها بشويه رمل ونتجاهلها ونعمل حاجات تانية، ما بعرفش اعيش كده. اوكي بصي احنا كده خلصنا. I hope ان اكون جاوبتك على كل اسئلتك. لا بجد الحمد لله I can't complain. يعني في جمله كده بالانجلش دايما لما حد يقول لك ايه how are you doing يقول له I can't complain، ما اقدرش اشتكي. وشوف ان هي جمله حلوه جدا فعلا. I can't complain، هنشتكي احنا غرقانين في نعم طبعا، غرقانين في كميه نعم رهيبه طبعا. مش لازم تروح تقارن نفسك بالاوحش منك بكتير عشان تحس ان انت في نعم. انت في نعمه، فلازم تقر بده وتحمد ربنا على ده. وما تألفش ان ده الطبيعي وان ده بيحصل كل يوم. فالحمد لله perfect I can't complain. شكرا ان انت قبلتي الدعوه ان انت تيجي تصوري معانا. نعمل كل يوم بقى بسرعه كده. حلقه بسرعه. نورتيني وشكرا ليك خالص. thank you so much. شكرا يا ساره انت نورتيني في الحلقه. انطباعك ايه عن الحلقه؟ اديني كده فيدباك ريفيو عن الحلقه، وهحتاج بقى تكتبي لنا شعورك ايه في الحلقه في الاخر. اوكي ابتدي بالكرو. كرو براحتك يعني. behind the camera. بس الكاميرا ظريف ولذيذ وبيسفل. ايه في الاسئله؟ الاسئله حلوه عشان بتكفر different aspects of a person. ممكن بالنسبه لبعض الناس لما يشوفوها يمكن مش بتكفر بشكل في اطاله يعني، بس بتكفر different aspects of a person. ف I think ان هي بتدي فكره اعمق عن البني ادم من كذا جانب. بس مش اسئله كئيبه صح؟ يعني مش كئيب. لا مش حاجه لا ديب. لو حد مكتئب يبقى احنا محتاجين بقى نتصرف. لا it's very nice. ماشي، هحتاج بس كده ايه نكتب حاجه بسيطه كده انطباعك عن الحلقه ايه. اوكي قلت لكم thank you guys for hosting me و it was a very peaceful experience. يعني هي بجد هاديه قوي، انت طريقه حوارك هاديه جدا على الهادي فعلا وانا فعلا انبسطت. ميرسي ليكوا. thank you so much. جيتي ونورتينا. ميرسي. كات يا ولاد.